مساء الخير والحلويات وكل حاجة حلوة في الدنيا. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. النهاردة فيديو جديد وهنقضي بقى كده المصيف مع بعض، وهقول لكم النهاردة انا رحت فين. عشان انا ما قلتلكوش الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله، فالنهاردة انا هقول لكم بقى انا رحت فين وعملت ايه، وكل حاجة هتشوفها النهاردة في الفيديو ده. اهم حاجة كده في بداية الفيديو، لو انتي لسه مش حاطة لايك انزلي حطي لايك دلوقتي حالا للفيديو ده. عايزين بقى الفيديو يبقى فيه لايكات كتير قوي قوي قوي، وعايزاكم تكتبوا اكتر عدد من الكومنتات. اكتر حد هيكتب 10 كومنتات على الفيديو ده هنزل اسمه في المنتدى، فعايزاكم تكتبوا لي بقى كومنتات كتير قوي قوي قوي، واكتبوا لي كمان افكار فيديوهات حابين ان احنا نعملها الفترة الجاية. وبس كده، ويلا بينا نبدأ الفيديو. عايزه اقول لكم بقى ان انا وصلت، طبعا قايله لكم ان انا كنت مسافره يوم الخميس، ووصلت الخميس بالليل يعني. ونزلنا بقى يوم الجمعه. طبعا انا ما نزلتش البحر خالص يوم الجمعه الصبح، نزلت يوم الجمعه بالليل، وكنت بصور لكم على البحر زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بقى نزلنا عند البحر بالليل وقعدنا وسهرنا، يعني كانت السهره حلوه جدا جدا. وبصراحه كنت مبسوطه بالوقت بالليل على البحر اكتر من النهار كمان. كان وقت حلو قوي وكنا مبسوطين، وسهرنا على البحر بالليل. روحنا بقى نمنا ونزلنا اليوم اللي بعده. نزلنا بقى، بص انا هقول لكم انا رحت فين وكل حاجه. طبعا انا سبتكم تخمنوا في الفيديو اللي فات واللي قبله انا رايحه فين والكلام ده كله. عايزه اقول لكم بقى انا سافرت مرسى مطروح. عايزه اقول لكم مرسى مطروح دي يعني حاجه تانية خالص. بجد انتوا، انا بنصح اي حد عايز يروح مصيف يروح مرسى مطروح. بجد مختلفة بكل حاجة فيها، بشوارعها، بالشواطئ بتاعتها، بصوا لون المية، كل حاجة فيها انتوا هتشوفوها معايا. عايزة اقول لكم بجد حلوة جدا جدا جدا، احلى مصيف تروحوه. فانا عايزه اقول لكم ان في ناس توقعت صح في الفيديو اللي فات ان انا رايحه مرسى مطروح. وطبعا زي ما قلت لكم الناس اللي هتتوقع صح هنزل الكومنتات بتاعتها في المنتدى. فبرضو انا هشوف برضو كل الكومنتات اللي توقعت صح وهنزل الكومنتات بتاعتكم في المنتدى. ماشي. عايزه اقول لكم ايه بقى، انا قضيت في مرسى مطروح بالظبط بالظبط 9 ايام. 9 ايام، بس انا ما خرجتش فيهم كلهم، دي اول حاجه. ما خرجتش فيهم كلهم، ما نزلتش كل يوم الميه، انا ما نزلتش الميه غير هما مرتين بس. طبعا انتوا هتعرفوا كل ده معايا في الفيديو ده والفيديو الجاي كمان. بس هو كان سفر انا كنت محضره له، يعني المفروض ان انا كنت بحضر له من الفتره اللي فاتت، وعماله اقول لكم في مفاجاه وفي حاجات هعملها وفي فيديوهات حلوه هتشوفوها الفتره الجايه والكلام ده. لان انا عارفه ان انتوا بتحبوا فيديوهات اكيد المصايف والخروجات والفسح والكلام ده كله. بس انا كنت بجهز لها، بس ما مشيتش زي ما انا كنت مرتبه وزي ما انا كنت مخططه والكلام ده كله. ما مشيتش زي ما انا كنت عايزه ان انا انزل الميه كل يوم والكلام ده كله. هو انا بصراحه قضيت وقت حلو، ما انكرش ان انا قضيت وقت حلو واتصورت صور حلوه قوي قوي قوي. وعملت حاجات حلوة. بس في نفس الوقت انا ما يعني كنت مخططة لحاجة تانية وكنت مرتبة لحاجة تانية. بس الحمد لله. واكيد طبعا شفت الفيديو اللي فات اللي هو وانا مسافرة واللي حصل في الطريق للاسف والكلام ده كله. لو انت ما شفتوش الفيديو انا هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، لازم تروحوا تشوفوه. طبعا عايزه اقول لكم انا اسفه جدا على صوتي لان انا عندي برد وزوري وجعني جدا جدا. كحه بقى والكلام ده، فانا اسفه على صوتي. عايزه اقول لكم ان انا بنزل لكم الفيديوهات دي بعد ما انا رجعت الحمد لله. رجعت بالسلامة الحمد لله، يعني عشان الناس اللي كانت بتسأل وبتطمن عليا. بس عايزة اقول لكم بقى، بصوا انا هسيبكم كده مع صوت البحر والجو تحفة تحفة تحفة. انا هسيبكم كده مع مقطع للبحر. عايزه اقول لكم بقى ان لون البحر نفسه بيديكي كده راحه نفسيه، وتحسي ان انتي لو في اي طاقه سلبيه جوانا تخرج كده مع ميه البحر بصراحه. من لون البحر، صوت البحر، الهواء. احسن حاجه عملتها ان احنا رحنا المصيف في الوقت ده اللي هو لسه بدري قبل الزحمه وقبل الكلام ده كله. بس واحنا ماشيين كانت بصراحه بدات الزحمه تيجي. أم، حسيت يعني ان الزحمه بدات بقى والناس كل اخذت الاجازه والكلام ده. بس احلى حاجه كده الهدوء والراحه النفسيه. انا بحب جدا البحر، بحب ان انا انزل الميه اصلا.
بس بقى ما عرفتش ان انا انزل الميه خالص غير هما مرتين، بسبب بقى ان احنا كنا اصلا بننزل متاخر. يعني لما كنا بننزل متاخر، المصيف كان جاي معانا بنوم، مش عارفه ليه، بقى مع ان ما حدش بيروح المصيف ينام. يعني الناس بتروح المصيف تنزل وكده. لا، احنا كانت جايه معانا كلنا بنوم حرفيا. كنا بننزل متاخر، يعني انا كنت بنزل الساعه 3 4 كده، فاهمين؟ فبس. انا اسفه طبعا على صوتي، لان انا زي ما قلت لكم عندي برد جامد جدا. المهم بقى، عايزه اقول لكم ده كان شكل الكورنيش بتاع مرسى مطروح. عايزه اقول لكم الشوارع بتبقى جميله جدا جدا بالليل. الاجواء بالليل بتبقى تحفه. انا صورت لكم، مش عارفه هيبقى في الفيديو ده ولا الفيديو الجاي، كنت مصور لكم بالليل. عايزه اقول لكم بجد مرسى مطروح جميله جدا جدا جدا. انا صورت لكم في اسكندريه، بس بصراحة انا ما نزلتش البحر بتاع اسكندرية، لكن البحر بتاع مرسى مطروح تحفة تحفة. ما حدش فعلا راح مرسى مطروح وما قالش عليه ان هو حلو بكل الشواطئ بتاعته. انا عايزاكم لو حد بقى راح مرسى مطروح قبل كده يكتب لي في الكومنتات وتقولوا لي اكتر شط رحتوه في مرسى مطروح وعجبكم ايه. بصراحة انا متأكدة ان ما حدش فينا هيختلف على شط عجيبة. هو طبعا مش لان احنا ننزل فيه ميه، مش نزول الميه، بس بصراحه هو حلو جدا جدا جدا. ده بقى انتوا هتشوفوه في الفيديو الجاي، مش الفيديو ده. وكمان عايزه اقول لكم رحت شاطئ الابيض، ورحت شواطئ كتير قوي قوي. انتوا بقى تشوفوا معايا في الفيديوهات. بصوا كنت بوريكم هنا شكل السما في الطريق كده، كانت حلوه قوي قوي بصراحه. انا بقى هستنى زي ما قلت لكم اشوف الكومنتات بتاعتكم وتقولوا لي حد راح مرسى مطروح قبل كده ولا لا، ولو رحتوها قولوا لي اكتر مكان بتحبوا تروحوه، واكتر برضو مكان بتحبوا تسهروا فيه. يعني عايزه اقول لكم انتوا مش هتصدقوني لو قلت لكم ان انا فعلا فعلا ما كنتش عايزه امشي. آم، من جمال فعلا المصيف هناك. كل حاجه فيه حلوه بجد بجد. ما كنتش عايزه اروح. بجد كنت زعلانه قوي قوي، مش عايزه امشي. اللي هو انا قلت لهم انا عايزه افضل مقضيه الاجازه هنا لحد ما ثالثه ثانوي تبدا. انا مش عايزه اروحها تاني خلاص. الجو هناك حلو، مش حاسه بحر، مش حاسه باي حاجه. الجو هناك فعلا كان تحفه. كل حاجه. بصوا هنا بقى الاجواء بالليل كانت وهميه بجد. بصوا كده شكل الشوارع، اللي هو احنا ليه ما عندناش الكلام ده عندنا؟ مفيش الانوار والكلام ده خالص. ايه بصراحة كنت مبسوطة مبسوطة مبسوطة. كنت عايزة اوثق لكم كل حاجة، وفي حاجات كتير قوي للاسف انا ما عرفتش ان انا اصورها بسبب ان انا كنت حابة ان انا استمتع بالوقت. بس في حاجات كتير قوي ما صورتهاش، وندمانة دلوقتي ان انا ما صورتهاش فعلا. زي شاطئ الابيض، شاطئ ام رخم. الحاجات دي انا ما صورتش فيها كتير. شاطئ عجيبة تقريبا صورت مقطع صغير، بس في شواطئ كتير رحتها ما عرفتش ان انا اصور فيها. بس بجد المية كانت تحفة. ودرجات المية كده بتبقى اللون الأزرق الغامق، وبعدين اللبني الفاتح، واللون الفيروزي، وفي الآخر اللون الأبيض الشفاف. بجد درجات المية تحفة تحفة تحفة. اتصورت هناك صور كتير حلوة قوي. وبصراحة برضو أنا ما كانش ينفع إن أنا ما أجمعلكوش كده كل الرحلة بتاعتي وكل الذكريات بتاعتي في مرسى مطروح في فيديو أو اتنين. حبيت ان انا بقى اصور لكم كده مجمل ال9 ايام دول في فيديوهين كده عشان تشوفوهم. فاستنوا بقى الفيديو الجاي برضو هكمل لكم رحلتي، وفي حاجه كتير قوي حلوه في الفيديو الجاي. المهم بقى، عايزه اقول لكم ان هنا ده كان مول كده. انا دخلته واشترينا كمان من هناك حاجات حلوه قوي قوي قوي. بصراحه في حاجات كتير حلوه بصراحه يعني، واسعاره برضو حلوه، فاهمين؟ وبصراحه كنت مبسوطه جدا. حتى اتصورت برضو في المول يعني. اليوم ده بقى بالليل اكلنا من عند كبدة الفلاح. بصراحة السندوتشات بتاعته تحفة جدا. عايزة اقول لكم بقى ان مفيش اجمل من ان الواحد كده يفصل شوية، يفصل عن الضغط وعن الجو اللي احنا كنا فيه. بصراحة كنت مضغوطة، كنت تعبانة نفسيا. حتى انا ما كنتش بصور لكم فيديوهات يعني في اخر فترة الامتحان دي، ما كنتش بصور لكم بسبب الضغط. ضغط نفسي، ضغط من كل حاجة، فاهمين؟ اللي هو مش بس دراسة، من كل حاجة كل حاجة. فكنت حابة ان انا افصل بقى. بصراحة ما ينفعش ان احنا نضيع الاجازة على الفاضي. نستغلها في حاجات كتير. يعني انا هحاول الفترة دي ان انا استغل الاجازة على قد ما اقدر. الايام اللي فاضلة منها مش عايزاها تضيع كده وتعدي مني على الفاضي، وبعدين اجي الاقي نفسي دخلت ثالثة ثانوي مرة واحدة واقول انا ما لحقتش استمتع بالاجازة والكلام ده كله. لا،
عايزه استمتع بكل وقت وبكل دقيقه في الاجازه. مش حابه ان انا يعني انتوا بتقعدوا تقولوا لي في الكومنتات اتكلمي عن ثالثه ثانوي، اتكلمي عن اعدادي، اتكلمي مش عارفه عن نصايح لداخلين اولى ثانوي والكلام ده. بصوا انا هكلمكم في الكلام ده كله، وهنتكلم في الفيديوهات دي بس على الاقل في شهر 7. يعني احنا دلوقتي في الاجازه فنستمتع بالاجازه، كل حاجه ليها وقتها. علشان دلوقتي هنتكلم في المذاكره، احنا دلوقتي في اجازه فهنستمتع بالاجازه. فيديوهات بقى نصايح لداخلين اولى ثانوي، تجربتي في تانية ثانوي، وكمان ازاي هستعد لتالتة ثانوي والكلام ده كله. كل الحاجات دي بقى في فيديوهات تانية خاصة بالدراسة. عايزه اقول لكم بقى ان انا بصراحه زعلانه منكم قوي، علشان التفاعل وقع جدا جدا في الفيديوهات. مش عارفه ليه بصراحه. لما بتدخلوا في الفيديو مش بتحطوا لايك، وانا بصراحه بحب ان انتوا تحطوا لي لايكات كتير على الفيديوهات عشان اعرف ان الفيديو عجبكم وكده. فانا بقى بحاول ان انا انزل لكم كل يوم فيديو زي ما انتوا طلبتوا مني وزي ما انتوا قلتوا لي احنا عايزين كل يوم فيديو يا ندى. ف انا بقى بنزل لكم كل يوم فيديو، فعايزاكم بقى تحطوا لايك كده للفيديو، تنزلوا تكتبوا لي كومنت حلو عايزه اقول كده لكم بقى ان عشان الحاجات كانت تفرحوا. شكلها حلو قوي، في حاجات كتير قوي عجبتني هنا وجبتها. بصوا بقى انا حابه كده ان انا اخدكم جوله معايا وافرجكم كده على كل حاجه، حتى ما سرعتش الفيديو عشان تبقوا شايفين كده كل حاجه معايا. المهم انا كنت عايزه اكلمكم في ايه. انا عايزاكم بقى تقولوا لي لو انتوا حابين ان احنا نطلع لايف الاسبوع ده، لو انتوا حابين يعني ان احنا نطلع لايف ارد فيه على الاسئله، لان في اسئله كتير قوي جات لي وانا ما ردتش عليها. فلو انتوا حابين نطلع لايف نعمل لايف الرد على الاسئله كده، ورد على الاسئله كلها بتاعتكم لو انتوا حابين. لو مش حابين برضو قولوا لي، فانا هستنى بقى اشوف في الكومنتات. يعني قولوا لي اللي حابين نطلع لايف نرد على الاسئله وكده ولا ايه. بصوا بقى هنا كنت بفرجكم على الحاجه. عايزه اقول لكم بقى بصراحه استمتعت في حاجات كتير قوي كانت حلوه في مرسى مطروح، حاجات كتير قوي حلوه. انا عايزه اقول لكم ان انا دخلت شاطئ في مرسى مطروح اسمه شاطئ المالديف، بجد بجد تحفه تحفه تحفه. آم، انا من كتر ما انا عجباني البلد وزعلانه قوي ان انا مشيت بجد، بقعد اتفرج على الفيديوهات دي كده بقعد اتفرج عليها تاني وزعلانه كده، كنت عايزه ان انا ما امشيش خالص. بس يلا كل حاجه بقى لازم ايه تخلص كده، كل حاجه حلوه لازم تنتهي. المهم قولوا لي بقى انتوا هتروحوا مصيف فين السنه دي؟ بتحبوا برضو تروحوا في وكده. انهي وقت؟ يعني انتوا بتحبوا تروحوا في اول الصيف ولا مثلا في شهر 8 7 كده؟ قولوا لي برضو بتحبوا تروحوا في شهر ايه اكتر حاجه. بصراحه انا بحب اروح في شهر 6، يعني بحب اروح في الاول كده. المهم يعني عايزه اقول لكم ايه بقى، انا عايزه اقول لكم ان انا بسجل لكم على الفيديو ده وانا بنام والله بس لازم ان انا ايه اسجل لكم على الفيديو عشان انزله لكم بكره، عشان كل يوم يبقى فيه فيديو، كل يوم يبقى فيه فيديو. عايزاكم بقى تكتبوا لي افكار برضو فيديوهات كده حلوه، وقولوا لي استمتعتوا معايا كده بالرحله دي ولا لا. انا حابه ان انا اعيشكم معايا في اجواء الرحله عشان تحسوا ان احنا كلنا بنخرج ونسافر مع بعض كده. انا بقول لكم هنسافر وهنخرج وفي مفاجآت والكلام ده عشان كلنا نستمتع مع بعض كده، وتبقى خروجه لينا كلنا مش ليا لوحدي. اللي انا بصور معاكم عشان كلنا نخرج مع بعض وكلنا نتبسط مع بعض وكلنا كده فاهمين كده. عايزه اقول لكم بقى ان ده مش نفس اليوم اللي انا رحت فيه البحر الصبح، ده اليوم اللي بعده. يعني انا يوم اروح البحر يوم انزل بالليل كده، مش بعمل كل حاجه في نفس اليوم. مش عارفه ليه والله، المفروض ان انا كده كنت استغل الايام الاجازه ديت وانزل كل يوم وكده، بس مش عارفه بقى كانت جايه معانا بنوم، مش عارفه ليه بصراحه. مش مهم بقى، مش مهم خلاص عايزه اقول لكم بقى ان المول ده كان كبير قوي، كمان كان فيه ملاهي. ما ركبتش ملاهي بصراحه، بس كنت بصورها لكم يعني. وكان في حاجات حلوة قوي، كان في كده شكل نافورة كده، نافورة واتصورت عندها، بس دي اتصورت عندها اخر يوم قبل ما امشي، اتصورتش في اليوم ده. بس عايزه اقول لكم كان في حاجات حلوه قوي بصراحه. المول ده كان حلو قوي، هو كان عند شاطئ الليدو تقريبا، كان في الحته اللي هي في الاخر دي. المهم يعني فانا بصراحه كنت مبسوطه جدا 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 وانا هناك، وانا بصور لكم كنت مبسوطه، كنتش عايزه الوقت يعدي. في اخر المول بقى لما طلعت هنا لقيت المكان التحفه ده، بس ده شلال ميه كده ولا ايه ده مش عارفه بصراحه كان ايه. بس عايزه اقول لكم المكان كان تحفه تحفه تحفه، كنت بصور لكم بقى كده الانوار والحاجات الحلوه اللي فيه دي، بصراحه كان حلو قوي. واتصورت كمان هنا، عايزه اقول لكم بقى كان حلو قوي. هسيبكم كده مع مقطع. ده بقى
كان اخر اليوم واحنا مروحين. عايزه اقول لكم ان اليوم كان حلو جدا جدا جدا. عايزاكم بقى تستنوا الفيديو اللي بعد ده على طول، هتقضوا بقى معايا بقيه الايام في الفيديو الجاي. وهتشوفوا بقى كده كل حاجه ان شاء الله. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم. عايزاكي بقى لو انتي مش مشتركه في القناه انزلي دلوقتي اشتركي حالا من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو، وفعلي الجرس على كلمه الكل. وبس كده، اشوفكم بقى الفيديو الجاي. وما تنسوش اهم حاجه اللايك. وبس كده، مع السلامه.